بداية دلالات تواجد السيدة إلهام أحمد والقيادية روهلات عفرين في بروكسل، والتحديات التي تواجه أيضا تحقيق الضمانة الدستورية لحقوق الكرد، وكيف يمكن أيضا للبرلمان الأوروبي أن يساهم في تفعيل هذه الضمانات برأيك؟ تفضل. طبعا الجولات هذه مهمة للغاية، وخاصة إذا يعني جاءت من قبل نساء لهن تاريخ وباع طويل في مقاومة الإرهاب، يعني وأيضا لهن سمعة كبيرة لدى الأوروبيين ولدى الرأي العام، لدى الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، وأيضا لدى الصحفيين والإعلام. فلذلك هذه زيارات يعني تخلق جوا متعاطفا مع القضية الكردية، مع قوى سوريا الديمقراطية، وتشكل ضغطا أيضا على حكومة دمشق من جهة دفعها إلى الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مؤخرا، وإنجاح عملية الاندماج والاعتراف الدستوري بالكرد في سوريا. فهذه الزيارات يعني تلقى حاضنة كبيرة وتلقى حضنا كبيرا لدى الأوروبيين، ويتم الاحتفاء بها كما الآن يعني نشاهد من خلال فضائيتكم. فإذا هي زيارات مهمة. كان قبل هذه الزيارة في زيارة للجنرال مظلوم عبده لمؤتمر الأمن في ميونخ مع السيدة إلهام أحمد، أيضا يعني كان لها وقع كبير لدى الرأي العام في أوروبا وأمريكا، وجرى في ذلك المؤتمر لقاءات مهمة ونوعية مع رؤساء ومع وزراء ومع يعني أعضاء برلمان مثل السيناتور المؤثر لينسي جراهام. فهذه الزيارات هي بتوصيف آخر مقاومة سياسية دبلوماسية تصب في صالح الكرد، وتصب أيضا في صالح كل سوريا بالنهاية، لأنها يعني تساهم في خلق سوريا ديمقراطية، في خلق سوريا تعددية، سوريا تنحو إلى السلام والحوار، ويعني لا تقدم الحرب والصراع الأهلي.